السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حياة. اهلا بكم في قناتي وقناتكم قناة اسرار حياتنا، لكل المواضيع اللي بتخص الحمل والولادة. برحب بكم في كل مكان وفي اي مكان، وجودكم نورني ومشرفني. النهارده هنبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اشرف الانبياء وخاتم المرسلين، عليه افضل الصلاه واتم التسليم يا رب العالمين. النهارده انا هقول لكم طريقه للحمل بسرعه. الطريقه دي يمكن غريبه او تكون يعني في ناس كتير هتقول يعني ايه الطريقه الغريبه دي، بس الطريقه دي ليها مفعول عظيم جدا. يعني عايزه اقول لكم ان الطريقه دي عظمه بجد. يعني انا قلتها الناس كان بقالهم كتير جدا متاخرين في الحمل وربنا اكرمهم. الميزه فيها ايه بقى؟ ان انت لو نفسك ربنا يكرمك بولد، هي مش هتساعدك على الحمل بس، هي كمان هتساعدك على انجاب مولود ذكر. في ناس هتقولي طب هي بتساعد بالنسبه لايه؟ هي بتساعد لانها فيها نسبه كبيره من الصوديوم، والصوديوم بيكون مهم جدا عشان جذب الحيوانات المنويه الذكريه، فبالتالي يحصل معاكي حمل في ولد. فهي الطريقه دي مهمه جدا للحمل، ومهمه جدا لو عايزه حمل في ولد، ومهمه جدا لو انت عايزه تحولي المكان عندك قلوي، يعني نسبه القلويه تكون في منطقه المهبل العاليه قبل الجماع عشان تجذب الحيوانات المنويه الذكريه، فبالتالي يكون حملك في ولد. وفي نفس الوقت ان هي مش مكلفه، طريقه سهله جدا. طيب اولا خلينا ناخد في اول جانب منها اللي هي ازاي بتساعد على الحمل، او الطريقه دي ايه الميزه اللي فيها هتساعدني على الحمل. الطريقه دي ان هي بتنظف منطقه المهبل جدا فوق ما تتخيلي. هي تعتبر حاجه مهمه جدا لتنظيف مكان المهبل او الالتهابات المتكرره، او المكان لو عندك فيه التهابات، او لو عندك بكتيريا ضاره، او لو المكان عندك فيه اي مشكله، هي هتنظف معاكي منطقه المهبل جدا. فده اللي بيساعد على الحمل. كمان ان انت بتاخدي معاها مشروب هيساعدك اكتر على الحمل، وهو القرفه او الدرسين. لو خدتي القرفه او الدرسين من اول يوم للدوره لحد اليوم السابع، كل يوم كوبايتين، كوبايه الصبح اول ما تصحي على الريق وكوبايه بالليل، ده هيساعدك اكتر على حدوث الحمل، وهيساعدك اكتر على تلقيح البويضه. تمام. القرفه او الدرسين متوفره في كل بيت، يعني احنا بنستخدمها كده هي اعشاب، واحنا بنستخدمها في الاكل في الشرب. في ناس بتستخدمها عشان رجيم او لو هي بتعمل رجيم. فالقرفه او الدرسين متوفره في كل بيت، او لو مش عندك هتجيبيها من العطار. القرفه البودر وبتعمليها كمشروب، او بتجيبي القرفه اللي هي الفتل وبتعمليها. بس انا بفضل البودر لان البودر بيكون مفعولها احسن وافضل، بتصفيها. طريقه استعمالها او ان انت تعمليها ازاي: بتغلي ميه على النار، وبعد ما تغلي الميه على النار بتبداي ان انت في اخر غلوه وانت بتطفي النار هتيجي حاطه معلقه من القرفه ومطفيه على كوبايه ميه. تمام. وهتيجي بعد حوالي 10 دقايق مصفياها، وبعد ما تصفيها هتيجي واخده المشروب ده وشرباه. تمام. وهتيجي بالليل تعملي نفس المشروب وتشربيه من اول يوم للدوره لحد اليوم السابع. كفيله جدا ان هي تنظم معاكي الهرمونات وتنشط التبويض وتساعدك على حدوث الحمل. طيب اللي انا بقول عليه ده هو محلول الملح. محلول الملح يا جماعه مهم جدا 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 لتنظيف منطقه المهبل. بصوا يعني انا شخصيا بستخدمه، انتوا لو هتشوفوا باين قدامكم، انا شخصيا بستخدمه. ما بستخدمش اي غسول، لان الغسول ده كارثه. الغسول اللي هو جولد بقى، والحاجات اللي بريحه النعناع واللي بريحه مش عارفه ايه، الحاجات دي غلط جدا. دي بتقتل البكتيريا النافعه والضاره، وبتعرضك لالتهابات متكرره. عايزه تعملي تشطيف، تعملي ربع معلقه كربوناتو على لتر ميه وتعملي تشطيف منها، او تاخدي محلول الملح اللي هو من الصيدليه بتجيبيه وتاخدي منه. تمام. وبتبداي ان انت تاخدي الميه بتاعته دي بسرنجه وتدخليها وتعملي تشطيف مرتين ورا بعض. ده كفيل جدا، واستغني عن يعتبر اي غسول، وابعدي عنه لو انت عايزه يحصل حمل، لانه زي ما بينفعك زي ما بيضرك. تمام. فاحنا هنبدا ان احنا ناخد المحلول بسرنجه او بالمبسم. المبسم ده بيتجاب من الصيدليه، بيبقى طبعا اخف شويه من السرنجه، لان السرنجه ممكن تبقى ناشفه عليكي. تمام. فالمبسم ده بيتجاب من الصيدليه وبيبقى اخف شويه.
بتاخدي من المحلول بسترنجه حوالي 5 سم، بتحطيهم بتدخلي سترنجه طبعا في منطقه المهبل وتضغطي الميه تغسل المكان وتنزل تاني، وتعملي تكرري الموضوع مره كمان من بعد الطهاره من الدوره لمده 3 ايام. هيفرق معاكي جدا. انا عايزه اقول لكم ان انا قلت الطريقه دي لواحده والله العظيم كانت متاخره في الحمل وما تعرف ان هي عندها التهابات وهي سبب تاخر الحمل عندها. تمام، قلت لها الطريقه دي فقالت لي هو ده اللي هيخليني احمل بعد منشطات وادويه وعلاجات وحقن منشطات بالالافات. قلت لها طب جربي وتوكلي على الله. بقت تاخد مشروب القرفه كل يوم. تمام، خدته لمده شهر، وبقت تاخد محلول الجفاف. تمام، او محلول الملح قصدي، يعني محلول الملح والقرفه. القرفه مشروب كل يوم، ومحلول الملح بتاخده كتشطيف مهبلي. تمام، بعد كده جت بعد بالظبط 3 شهور حملت، يعني بقت بعد الدوره تاخده بالطريقه اللي قلتها لكم لمده 3 ايام المحلول والقرفه على الريق. تمام، القرفه خدتها شهر واحد، المحلول بقت تاخده كل يوم بعد كل دوره بالطريقه اللي انا قلتها لكم. والله العظيم ان هي حملت وبقت مستغربه وبتقول لي انا ما كنتش مصدقه، يعني انا